تخيل كده انك بتاخد كل حاجة عندك، فلوسك، مجهودك، كل اللي بنيته في حياتك، وتحطه في رهان واحد، يا اما تكسب كل حاجة او تخسر كل حاجة. هو ده بالظبط اللي عمله فينس ماكمان سنة 1985 لما قرر يخوض أكبر مغامرة في تاريخ المصارعة. ماكمان كان عنده رؤية مختلفة عن كل اللي حواليه، وكان عاوز ياخد المصارعة لمكان أكبر بكتير من المكان اللي بدأت فيه، ويحولها لحدث عالمي، حاجة كل الناس تشوفها، وتكون ظاهرة ثقافية كبيرة كل الناس تتكلم عنها. طب حلو جدا، فين بقى المشكلة؟ المشكلة إن في البداية الفكرة كانت فعلا مستحيلة، والموضوع كان مخاطرة كبيرة قوي ومجنونة، حاجة ممكن توقع WWE زي ما المنافسين كانوا عاوزين بالظبط. ولكن لو الحدث ده نجح هيبقى أكبر عرض في تاريخ المصارعة، ولو فشل WWE هتنهار للأبد. إزاي فينس ماكمان قدر يحول راسلمانيا من مجرد مغامرة مالية بكل ما يملك لأكبر مهرجان في تاريخ الرياضة الترفيهية؟ وإيه هي الصعوبات اللي واجهته؟ وإزاي ليلة واحدة غيرت صناعة المصارعة للأبد؟ في الفيديو ده هنرجع لأول مرة، الليلة اللي بدأت فيها صناعة كل الذكريات اللي حبيناها. قبل ما نكمل اعمل لايك للفيديو ده، وتأكد انك مشترك في القناة ومفعل الجرس على كلمة أولى وكل عشان يجيلك إشعارات القناة أول بأول لما أنزل أي حاجة في أي وقت. أول راسلمانيا، واللي كان ممكن تبقى آخر راسلمانيا. في بداية الثمانينات عالم المصارعة كان متقسم لاتحادات إقليمية، وكل اتحاد ليه منطقته ونجومه وجمهور المخلص ليه، والاتحادات بينها وبين بعض كانوا عاملين اتفاق غير مكتوب، بس زي ما تقول كده بيسموها أصول. الأصول دي كانت بتقول إن كل واحد فيهم يفضل في منطقته ومحدش يتعدى على التاني، لا يروح المكان بتاع حد ولا ياخد ويسرق مصارعين من حد، وفضلنا على كده سنين كتير جدا. لكن فينس ماكمان اللي كان لسه ماسك اتحاد WWE جديد كان عنده رؤية مختلفة تماما، غير أبوه وغير جده وغير باقي المنافسين اللي كانوا من جيل أبوه. فينس ماكمان ما كانش شايف المصارعة كرياضة محلية، بالعكس كان شايف إنها منتج ترفيهي، وكان مستعد يعمل أي حاجة عشان يحقق الرؤية دي. وفعلا بدأ يتوسع خارج النطاق بتاعه، وبدأ يجيب لنفسه الكلام، وبدأ ياخد العروض بتاعته لولايات تانية، وده كان بمثابة إعلان حرب على باقي الاتحادات. بالبلدي كده كان بيعاديهم لوحده، بطول واقف قدامهم. ومش بس كده، ده بدأ كمان يغري أكبر النجوم عندهم وياخدهم عنده ويديلهم فلوس أكتر من اللي كانوا بياخدوها هناك. والمصارعين بعد فترة أدركوا إن اللي هيروح WWE هيكون مشهور ومعاه فلوس كتير وعنده جدول أعمال منتظم، وده خلى اتحادات كتير جدا تدخل في حالة ذعر بعد اللي حصل ده. لكن مش هي دي الضربة الكبيرة برضو. الضربة الأكبر من كل اللي قلته لك ده كان التلفزيون. في الوقت اللي كانت الاتحادات التانية بتعتمد فيه على الشبكات المحلية، ماكمان قدر يعمل اتفاق مع شبكة USA نتورك، وده خلاه يكون أول اتحاد يعرض مصارعة على المستوى الوطني. يعني كل ولايات أمريكا كانت بتشوف العروض بتاعته حرفيا، وده خلى الناس أكتر تتابعه، وبالتالي الاتحادات التانية بقت تخسر جمهور لصالح فينس ماكمان والاتحاد بتاعه. طبعا الاتحادات الإقليمية حاولت تحاربه، اللي هو أنت كده بتخرب علينا حياتنا وجاي على أكل عيشنا، ورفضوا يشتغلوا معاه وقطعوه، وكمان اتهموه بتدمير صناعة المصارعة. لكن ماكمان ما كانش فارق معاه كل الكلام ده، لأنه كان لسه معاه الضربة القاضية، الفكرة اللي لو عملها صح هتدوس عليهم بالجزمة، وهيقفل باب المصارعة الإقليمية للأبد، وهيثبت إن WWE هو المستقبل. لكن السؤال هنا، هل الجمهور هيتقبل فكرة عرض مصارعة ضخم بالشكل اللي فينس ماكمان متخيله؟ وهل الرهان اللي هو عامله ده هينجح ولا هيفشل وهيوقعه ويساوي وشه بالأسفلت؟ حد كان هيستوعب الفكرة بتاعته أصلا؟ أصل الجمهور هيقولك ده مصارعة يا عم، إيه اللي يخليني أدفع فلوس عشان أشوف ناس معرفهاش طالعين يضربوا بعض وبس؟ هقولك أنا إزاي فينس ماكمان حل الحوار ده. فينس ماكمان كان شايف المستقبل بطريقة مختلفة عن أي حد تاني في عالم المصارعة كله. أغلب الاتحادات التانية كانوا شايفين المصارعة مجرد عروض محلية لجمهور معين في مكان معين، وكل اتحاد ليه منطقته وجمهوره وأسلوبه في اللعب. لكن فينس ماكمان شاف المصارعة على إنها سلعة، منتج ترفيهي عالمي ممكن يتباع، حاجة ممكن تنافس السينما والرياضة في نفس الوقت. وعشان يحقق ده كان لازم ياخد خطوة غشيمة جدا، حتى لو كانت الخطوة دي ممكن توقعه، وهو عرض راسلمانيا. لما فينس ماكمان قرر يعمل راسلمانيا كان الموضوع أشبه برهان بكل حاجة عنده، ده لما كانش فعلا راهن بكل حاجة عنده، لأن ماكمان لما خد الشركة من أبوه ما كانش هو الملك الوحيد للشركة، وكان عاوز يخرج الراجل الشريك اللي معاه بس مش عارف، راشق له في كل حاجة حرفيا، ومقاسمه في الأسهم وفي الأرباح كل حاجة. وأبو فينس ماكمان قبل ما يمشي الله أكبر عليه كان عليه ديون متلتلة، وفينس ماكمان كان مطلوب منه يسد الديون دي ويرجع الشركة تاني، يا إما تعب أبوه وجده هيروح في الأرض. المهم فينس كان عنده فكرة كده عاوز ينفذها، وتنفيذها كان صعب جدا، وهي إنه يعمل حدث مصارعة بنظام الباي بير فيو، ادفع عشان تتفرج. والفكرة كانت لسه جديدة ومحدش جربها، ولكن ما كانش قدامه حل بعد كل اللي قلته لك ده، يا إما يخش بقلب جامد وينجح وينقذ الاتحاد ويطور صناعة المصارعة للأبد، يا إما يفشل ويخسر كل حاجة وحرفيا يقعد يبيع ترمس على قاعات عروض الاتحادات المحلية.
برغم من كل اللي قلته لك ده، مكمان برضو كان مصمم. الموضوع كان بالنسبه له حلم، لكن الوحش في الموضوع انه هو الوحيد اللي كان شايف الحلم ده، ومحدش غيره كان عنده رؤيه للموضوع، ومحدش كان موافق على فكرته، لان زي ما قلت لك الموضوع كان ماشي بالمناطق، والمصارعه كانت معتمده على ان كل اتحاد يسيطر على المنطقه بتاعته بس. لكن مكمان برضو ما كانش مقتنع، شاف ان المصارعه ممكن تبقى اكبر، ممكن تنافس في مجال الترفيه زي الافلام والموسيقى، بس يبدا هتخش قصاد مين؟ المصارعه عامله زي العائلات، لو كلهم اتفقوا يقطعوك انت هتبات في الشارع. مكمان برضو قال لك لا والله لا اعملها. ولما قرر يعمل راس المنيا كان عارف ومتاكد ان النجاح مش مضمون، والفشل معناه ان خلاص بح. ساعتها مكمان راهن بكل الفلوس اللي معاه في الشركه، وغير كده استلف فلوس تاني عشان الفكره تتنفذ بالشكل الكامل زي ما هو عاوز بالظبط، اللي هو طالما خساره بخساره بقى يبقى احاول بكل اللي اقدر عليه. متخيل؟ حرفيا لو خسر هيفلس والشركه هتتاخد منه، واحتمال كبير قوي يتسجن كمان. بس ارجع اقول لك، ما كانش عنده خيار تاني، لانه كان عاوز راس المنيا تكون حدث كبير، وعشان راس المنيا تكون بحجم الحدث اللي في دماغه كان لازم يستثمر في كل حاجه، اعلانات، مشاهير، يحجز اكبر قاعه، يعمل اجمد انتاج للعرض، مفيش نص نص، لازم يطلع اجمد ما عنده. في الوقت ده السوق كان بيتغير، مكمان شاف واعلن ان المستقبل مش في العروض المحليه، كان شايف انه لازم يتوسع ويبني علامه تجاريه عالميه، وانه لو ما خدش الخطوه دي الاول في غيره هيسبقه وهيسيطر على المجال مكانه. كل ده هينجح لو الناس تقبلت ده. هقول لك على قد ما الرهان كان مجنون وفيه مجازفه، لكن برضه فينس مكمان حسبها صح. فينس مكمان كان واثق انه عنده المنتج اللي يقدر يجذب الجمهور، وان المصارعه لو اتقدمت بشكل مختلف ممكن تحقق انتشار اوسع من اي وقت فات. مكمان كان عارف ان الجمهور مش كله هيجي عشان المصارعه وبس، عيب عليك، فينس مكمان ما كانش غبي، وهو اصلا من البدايه قال لك انا عاوز اعمل عرض ترفيهي ينافس السينما والرياضه في نفس الوقت. فينس مكمان كان عارف ان المصارعه ليها جمهور معين، لكن كان عاوز يوصل لاكبر عدد من الناس حتى لو مش بيحبوا المصارعه، وعشان يعمل ده عمل حركه صايعه جدا، استخدم المشاهير كوسيله لجذب الانتباه عشان يخلي راس المنيا حدث لازم الكل يتكلم عنه، واستخدم اسماء كبيره جدا في عالم الترفيه والرياضه في الوقت ده. مكمان ما جابش اي مشاهير وخلاص، هو ركز على اسماء اللي كانت مؤثره وقتها في مجالات مختلفه، زي اسطوره الملاكمه محمد علي اللي خلاه حكم خاص في الحدث الرئيسي للعرض، ووجوده لوحده كان كافي عشان يجذب انتباه مشجعين الملاكمه والرياضه بشكل عام، وزي ساندي لوبر اللي كانت مغنيه بوب شهيره وقتها وكان ليها دور في العرض، وظهورها خلى الجمهور بتاع الموسيقى يهتم بالعرض ده اكتر، ومستر تي اللي كان شريك هالك هوجن في الحدث الرئيسي ووجوده جذب جمهور المسلسلات والافلام. لو تلاحظ هتلاقي ان فينس مكمان استخدم المشاهير مش بس كضيوف شرف، ده خلاهم جزء من العرض نفسه. يعني مستر تي دخل في عداوه قبل العرض مع رودي بايبر، وده خلى الناس تتابع العداوه كانها حقيقيه مش مجرد تمثيل، وده ساعد في جذب انتباه الاعلام وعمل زياده للتغطيه الاعلاميه للحدث. فاصبح الموضوع ان قبل راس المنيا المصارعه كانت مجرد عروض محليه رياضيه لمحبين المصارعه وبس، ولكن بعد العرض لما مكمان دخل مشاهير في الصوره الحدث ده بقى فعلا مهرجان ترفيهي مش مجرد عرض مصارعه عادي، والصحف والمجلات والبرامج بدأوا يتكلموا عنه، وده خلى ناس كتير جدا حتى اللي مش مهتمين بالمصارعه يبقوا متحمسين يشوفوا العرض ده. غير كده اللحظات المميزه اللي عملها وخلاها تعلق مع الجمهور، زي مشاركه محمد علي واللحظه اللي ضرب فيها رودي بايبر، او لما مستر تي اتحد مع هالك هوجن، اللحظات دي فضلت محفوره في دماغ الجماهير وخلت فينس مكمان يكرر الحدث ده كل سنه، وخلى الجمهور يستنى الحدث ده من السنه للسنه. مش بس جمهور المصارعه، ده جمهور كبير قوي فينس مكمان جمعه من كل مجال ترفيهي بعد العرض ده. مكمان عشان يبني العرض ده عمل قصص وصراعات تخلي الجمهور مستني العرض، كان عارف انه عشان العرض ينجح لازم يكون عنده قصص قويه عشان الناس تشتري التذاكر او تدفع عشان تتفرج على التلفزيون. فعمل لك الحدث الرئيسي هالك هوجن ومستر تي ضد رودي بايبر وبول اورندورف، وجهز لك الصراع بين بايبر وهوجن قبلها بشهور، وخلى لك رودي بايبر يتقمص دور اكبر شرير في مجال المصارعه كله، وكان دايما بيهاجم هوجن اللي هو بطل الشعب وحبيب الجماهير. وقام دخل لك مستر تي في العداوه عشان يضيف عنصر الاثاره بما انه نجم كبير في هوليوود، وخلى بايبر بيسخر منه طول العداوه، وده خلى الجمهور متحمس للمواجهه اللي هتحصل بينهم. وعمل لك كمان مواجهات جانبيه عشان يملى العرض بحاجات مختلفه، بحيث ان كل مشاهد يضمن ان هو يلاقي حاجه تعجبه في العرض ده، زي مثلا اندريزا جاينت ضد بيج جون ستاد في تحدي بادي سلام. كانت دي مواجهه العمالقه في العرض، والجمهور كان متحمس جدا عشان يشوف هل حد هيقدر يشيل اندريه العملاق ولا لا. ومباراه ستيم بوت ضد مات بورن اللي كانت متوجهه للي بيحبوا السرعه والتكنيك، وماتش جريك فالفاتين ضد جانكيار دوج على بطوله القارات، بحيث يكون في عنصر منافسه عشان يكون في رهانات حقيقيه في العرض. مكمان برضو استخدم كل الوسائل الممكنه عشان يبني العرض ده، زي برامج المصارعه الاسبوعيه اللي كانت بتعرض العداوات وتتعمق في القصه بتاعتها، واستغل المقابلات في البرامج العامه زي ظهور هالك هوجن ومستر تي
في البرامج الحوارية الكبيرة عشان يتكلموا عن راس المنيا، وعمل إعلانات ضخمة في المجلات الرياضية والتلفزيون عشان يجذب الجمهور بشكل عام. وفي العرض نفسه استخدم مسرح ضخم جدا تخلي العرض مبهر ومختلف عن أي شيء تاني وقتها. والنتيجة راس المنيا حققت نجاح ضخم جدا. وبعد اللي حصل ده الجمهور اللي ما كانش بيهتم بالمصارعة لقى سبب يتابع عشان العروض، وده ساعد في التوسع بشكل كبير. ومن بعد الكلام ده ماكمان استغل ظهور المشاهير أكتر في العروض والأحداث المهمة، وبقى جزء لا يتجزأ من هوية راس المنيا لحد النهارده. عشان كده راس المنيا مش مجرد عرض سنوي ضخم، ده الحدث اللي غير كل حاجة في عالم المصارعة، العرض اللي نقل المصارعة المستوى الترفيهي الرياضي اللي نعرفه النهارده. والسبب ورا ده هو فينس ماكمان اللي حول المصارعة لصناعة ضخمة بتجيب مليارات الدولارات، ودخل نظام الدفع مقابل المشاهدة بايبر فيو ونشره بشكل واسع، وخلى الجمهور من كل أنحاء العالم وأمريكا يشوفوا نفس العرض في نفس الوقت، وجاب مشاهير في العروض وخلى الناس العادية تهتم بالمصارعة لأول مرة. بعد الحدث ده المصارعة بقت أكتر من مجرد مباريات، بقت عرض متكامل في قصص، دراما، موسيقى، إضاءة، مؤثرات بصرية ضخمة. دخول المصارعين فيه بقى حاجة أسطورية زي دخول أندرتيكر وتريبل اتش وشون مايكلز ورومان رينز، وبقى فيه مباريات خاصة زي TLC وهيلينا سيل. المباريات دي ارتبطت بالعرض وخليته مميز، والجمهور بقى متعود إن كل سنة لازم هيشوف حاجة مميزة، سواء مفاجأة ضخمة أو عودة أسطورية. راس المنيا كانت الساحة اللي صنعت أساطير مش بس في المصارعة لكن في عالم الترفيه كله. يعني بعد راس المنيا مثلا هوجن بقى يظهر في الأفلام والإعلانات، أندرتيكر بقى عنده سلسلة انتصارات من أشهر السلاسل اللي جت في التاريخ، ولولا راس المنيا السلسلة دي ما كانتش هتبقى موجودة. ذا روك، ستون كولد، جون سينا، كل دول استخدموا راس المنيا عشان يثبتوا نفسهم، وبعد كده تحولوا لنجوم عالميين. عاوز اقول لك ان بعد اللي حصل ده برضه اتحادات تانية حاولت تعمل نفس الفكرة، وده عمل منافسة شرسة بين WWF و WCW، والنتيجة كانت ان صناعة المصارعة اتطورت بشكل ضخم جدا، والمنافسة ولدت عصور أسطورية زي عصر الاتيتيود اللي خلى المصارعين يظهروا اكتر في اواخر التسعينات. والمنافسة دي خلت WWE دايما تحاول تقدم عروض اقوى وافضل كل سنة. ودلوقتي راس المنيا هو الحدث اللي الكل بيستناه طول السنة، واللي المصارعين نفسهم بيعتبروه الحلم الأكبر. كل نجم بيحلم إنه يكون في الحدث الرئيسي راس المنيا، لأنها اللحظة اللي هتخلد اسمه للأبد. والWWE بقت تعمل مهرجان أكبر بقاعات ضخمة بحضور عشرات الآلاف وفعاليات شغالة على مدار أسبوع كامل. وهنا لحظة الحقيقة، راس المنيا ما كانش عرض مصارعة، ده كان ثورة قلبت الدنيا حرفيا. فينس ماكمان راهن بكل حاجة ونجح إنه يعمل أكبر وأهم عرض في تاريخ المصارعة. النهاردة راس المنيا مش مجرد ليلة في السنة، ده الحدث اللي بيوقف الزمن، اللي بيحول الأحلام لحقيقة، اللي بيصنع لحظات أسطورية بتفضل محفورة في عقول الجماهير. من أول مرة هالك هوجن رفع إيده وسط الآلاف لحد صعود ستون كولد للواجهة، ولحظات الأساطير زي أندرتيكر، ذا روك، جون سينا، كل واحد فيهم ساب بصمته على المسرح الأعظم ده. تخيل بقى لو راس المنيا واحد كانت فشلت، كنا هنفقد كل ده، ما كناش هنشوف العصر الذهبي ولا الاتيتيود ايرا ولا لحظات الاساطير ولا حتى المصارعه كانت هتبقى بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. ولكن الواقع بيقول لك حاجه واحده، وهي ان راس المنيا غيرت المصارعه للابد، وبقت الحدث الاهم والاعظم، وهتفضل كده دايما.